سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. على بالي غير نفوتوا النصفيه نبداو غير حايرين واش نديرو واش ما نديروش، نبداو غير نسلكوا وخلاص باش نبداو قاطو العيد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم الكباب، طبق تقليدي جزائري ما يديش الوقت. اول حاجه بديت بالزيت، زدت قطع الدجاج كل واحد ومقدوره وعلى حسب افراد العائله. كما قلت لكم بنات ما يديش الوقت، يوجد لي اذا راكم حايرين واش ديروا لهم فطور. وهي كديري الفطور سهله، يعني ما يديش الوقت، تنوضي تخدمي شغلك في غرضك. المشكله انه واش ديري هي اللي تتلفلك بزاف. زدت عليهم بصل اللي كنت سكرفشتو والتوابل لازم، درت شويه فلفل كحل، زدت معاهم قرفه عود. شفتوا المرقه البيضاء كما على بالكم، قرفه عود خير. شويه سمن، حطيت القدره تاعي فوق النار على نار متوسطه وقليتها مليح. دائما انا نقول لكم قلوا الماكله باش تجيكم بنينه، ما ديروش بارد في بارد. غير الدجاج تاعي دخلوا الطياب، مرقت بالماء سخون، ودائما حاولوا تمرقوا بجهه، ما تمرقوش فوق الدجاج باش الماكله ما تصمط لكمش. وغلقت عليهم وخليتهم يطيبوا في غرضهم. بعد ما الدجاج تاعي دخلوا طياب قريب 100%، يعني مازالوا غير شويه، فتحت عليه ورميت الحميصه. غير رميت الحميصه تاعي، عاودت غلقت عليها وخليت كل شيء يطيب في غرضه. وهذا هو شكل الدجاج والمرقه بالحميصه بعد ما طابوا. جات ما شاء الله برك التصوير والاضاءه راهي ظلمه الصوره شويه. انا دائما ندير هذه الطريقه، نخلي الدجاج بالحميصه والمرقه من تحت ومن الفوق باش ندير البطاطا المقليه. كل واحد وكيفاش، انا هذه هي الطريقه اللي معتمدتها. وكي نقولوا الكباب اكيد نقولوا البيض والمعدنوس. هنايا فقست حبيبات بيض مع المعدنوس، درت لهم شويه ملح، ضربتهم مليح مليح ودرتهم من الفوق. بعدها عاودت حطيت القدره تاعي فوق النار باش تنشف لي شويه وينشف لي هذاك البيض شويه. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما بعتها على النار. جات ما شاء الله وجات تشهي، والريحه واش نقول لكم. وهذا هو الشكل النهائي للطبق تاعنا لنهار اليوم، الكباب الجزائري. يعني طريقه سهله وبسيطه ويجي بنين بزاف بزاف ويسلككم كي تحصلوا ما تعرفوش واش ديروا لهم الفطور. وفي الاخير انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتيكم، نتلاقاو في فيديو اخرى بحول الله. وماذا بيا تدعموني بجيم وكومنتار، واذا راكم اول مره في القناه تدعموني بابوني. الى اللقاء، سلام.